إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وزارة الخارجية المغربية تصدر بيان تعزي فيه حظيرة الجزائر حول الهالكين في الحرائق الأخيرة. وفيما يلي متابعينا الكرام نص البيان قبل ما نذكروا أو نتفصلوا في البيان فيما يتعلق بنقطتين مهمتين. أولا نقرأ لكم نص البيان المقتضب الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية. ذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق في حظيرة الجزائر. وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة الأليمة تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. فمتابعينا الكرام، هنا عندنا نقطتين، وقبل ما نفصلوا في هذه النقطتين دعني أذكركم بأننا نسمى بالمملكة المغربية الشريفة. نحن نسمى بالمملكة المغربية الشريفة، وماشي جمهورية الموز ولا جمهورية حظيرة ولا زريبة ولا هذا النوع من الخزعبلات اللي كنشوفوها مثلا في حظيرة الجزائر. حنا عندنا مسائل دبلوماسية كنتشبتوا فيها، سواء كان مع حظيرة الجزائر أو مع غير حظيرة الجزائر. لكن النقطة الأولى اللي بغيت نذكرها هنا وهي رسالة موجهة للبوصبعي الذي فور قراءته لهذا البيان أول شيء بدا كيديرها ماشي أنه يشكر المملكة المغربية على العزاء، بل بدا كيسب في المغرب والمغاربة. وهنا للبوصبعي أقول، للمخلوق البوصبعي الجزائري المستحمر أقول، هذا البيان المكلخ هو بمثابة شفقة من المغرب على حالتكم البائسة، على حالتكم اليائسة، على الكوارث اللي كنشوفوها في حظيرة الجزائر، على المستوى الكارثي اللي وصلتم إليه لدرجة على أنه حتى الحرائق ما عندكمش القدرة على مواجهتها، وأنتم تسمون عفوا بدولة النفط والغاز، ملايير الدولارات، القوة الضاربة، وهذه الشعارات كلها. فحينما تقرأ هذا البيان أيها المخلوق البوصبعي، فداكشي اللي خصك تقول مع راسك وهو أن المخزن الشرير، العدو اللي كتعتبرو أنت عدو، اللي كيسوقوا لك نظام حظيرة الجزائر عدو، خصك تقول العدو يشفق عليا. سمعتي؟ وصلتوا لواحد الدرجة ديال الكوارث أن العدو، أنتم اللي كتعتبرونا عدو، نشفق عليكم، أصبحتم مثيرون للشفقة حتى بالنسبة لعدوكم. وأجدد، أنتم اللي كتعتبرونا عدو ياك؟ إذا عدوكم يشفق عليكم، وخصص واحد 10 ديال الدقائق باش يكتب هذا البيان ويشفق عليكم أكثر. هذا بالنسبة للمخلوق البوصبعي. فملي تقرأ هذا البيان قول بأن المغرب مملكة النور تشفق علينا نحن مخلوقات الظلام. فهموها هكذا فهموها. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية متابعينا الكرام، راه قلت لكم من البارح، ونظام حظيرة الجزائر كيوجد في المسرحيات وكيوجد في الدحاديح وكيوجد في الإخراج السيء باش يتهم المغرب بأنه هو اللي فتح الحرائق في حظيرة الجزائر. وراه بديت كنشوف بعض الصفحات وبعض الكراكيز وبعض الذباب ديال نظام حظيرة الجزائر كيروج لهذه الفكرة. راه من البارح وانا كنتكلم عليها، راه كيوجدوا في المسرحيات باش يقولوا راه المغرب هو اللي فتح الحرائق، وبالتالي الدبلوماسيه المغربيه باش تشد عليهم الطريق خرجت هذا البيان. واخا انتم قاطعين العلاقه الدبلوماسيه وهذه المسائل يعني الامور اللي كنعرفوها، ولكن الدبلوماسيه المغربيه بطبيعه الحال حنا كنعرفوا على انها دبلوماسيه الذكاء، ماشي دبلوماسيه البكاء، ماشي دبلوماسيه الخوى الخاوي، ماشي دبلوماسيه العوين، ماشي دبلوماسيه الهروب للامام. وبالتالي شدات عليهم الطريق على تلك المسرحيات التي يحضرونها من أجل أن يتهموا المغرب مجددا بأنه هو اللي فتح الحرائق في حظيرة الجزائر، كما في كل مرة، كما في كل صيف كيخرجوا بداو يتهموا في المغرب والأيادي الخارجية وإسرائيل وسكان المريخ وزحال والجن والعفاريت، هادشي كامل كيتأمر على حظيرة الجزائر باش يشعلوا العواشي. وبالتالي هذه النقطة الثانية، أن الدبلوماسية المغربية خرجت بيان تشفق على مخلوقات الظلام في حظيرة الجزائر، في نفس الوقت أي خزعبلات كيحاولوا يروجوها كتخربق لهم الاوراق كامله بهذا المعنى. فمجددا اقول للبوصبعي، شوف كيف ان مملكه النور تشفق عليك يا مخلوقات الاوركس
في جمهورية حظيرة الظلام الذي تعتبرونه عدو يشفق عليكم لدرجة على أنه خرج بيان يتأسف للحالة اللي وصلتم إليها والكوارث اللي كتنزل عليكم في كل صيف. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.